اللي زاد من سطوة القضاء والشرطة، وتعتقل حوالي 8000 من الإسلاميين بعد هذه الهجمات. وفي 24 فبراير عام 2004 ضرب زلزال الحسيمة قوة 6.3 بمقياس ريختر، الشيء اللي أدى لاستشهاد أكثر من 628 شخص وجرح أكثر من 926 شخص، الشيء اللي أدى لخسائر جسيمة في المنطقة. وكان الملك محمد السادس قد زار المنطقة لتفقد الجرحى والمصابين. وفي سنة 2011 بدأت احتجاجات شعبية بما يسمى بالربيع العربي في تونس ضد نظام الرئيس زين العابدين بن علي، أدت إلى هروبه وسقوط نظامه. موراها انتقلت الاحتجاجات لكل من مصر وسوريا وليبيا وموراها المغرب. وفي 20 فبراير عام 2011 انطلقت احتجاجات شعبية في مدن مغربية تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، هو الشيء اللي استجاب له القصر الملكي. وأعلن الملك محمد السادس في خطاب للشعب أنه هيكون